ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نحضر عشاء مع بعض. هنعمل النهارده ان شاء الله كبد وقوانص ورز بالشعريه هتعمله مرات اخويا ان شاء الله. وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان تاني في الفيديو. يلا بينا مع بعض. عملنا ايه؟ عملنا الملوخيه الناشفه، ودي الكوسه بالثوم عملتها معاكم قبل كده، طعمها تحفه يا جماعه، جربوها. النهارده بيكمل سواء عملته مرات اخويا. وجانا البصل بقى بتاع الكبد والقوانص، حطينا عليه ايه؟ حطينا عليها ملح وفلفل اسمر وواحده ورقه لورا، وهنقلبها حلو على النار. ودلوقتي بقى ننزل بالكبد والقوانص بتاعتنا. هحط البهارات، كزبره وكمون وفلفل اسمر، كمان نص كميه الفلفل الاخضر بتاعي، وههدي النار وهسيبها تعيش شويه مع البصل عشان ياخدوا من طعم بعض. وقبل ما نهدي النار طبعا بنحط نص معلقه ثوم ونقلبها كويس مع الكبده كلها. قلبيها يا ندوش مع الكبده كلها كده حلو. فيديو النهارده بحب البنات، بصراحه البنات احلى حاجه في الدنيا. يعني واقفه انا ومرات اخويا في المطبخ ومعانا ندوشه وجنه. ندى بتساعدني في الكبده، بتساعدني في وصفه الكوسه حبايب قلبي، ومعانا لولو بتساعدنا برضه. مسليانا كده مديانا حس فكاهي كده. مش جنة بجد؟ لا جدة بتساعدني في الكوسه. جنونه حبيبه عمتها يا ناس. ربنا يحفظكم يا بنات لينا يا رب. واخر حاجتين هنعملهم قبل ما احنا نطفي على الكبده، نديها عصره نص ليمونه كده، وهضيف الفلفل الاخضر مع شويه خضره واقلبهم مع بعض، وكده خلاص جاهزه. الرز اللي عملته ام محمد جاهز. قلت لهم كمان طبق ملوخيه ناشفه. الكوسه التحفه بتاعتنا يا جماعه، اللي مجربهاش يا ريت يجربها، موجوده طريقتها عندي في القناه. بتنجان مخلل انما ايه في القلب يا جماعه. طلعت لهم كمان حبه مخلل وحبه كمان من الليمون اللي احنا خللناه يا جماعه، ريحته حلوه قوي، جربوه وطعمه كمان حلو. هننسى طبق السلطه اللي عملته ام محمد. وبكده يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.